3 غلطات كارثيه هتقلل الميلاتونين عندك وتخليك مش عارف تنام والارق بتاعك يزيد. اول حاجه يا سيدي الاضطرابات العاطفيه الموسميه، يعني ان حضرتك يبقى فجاه تلاقي عندك اكتئاب واحباط وقرفان من اللي حواليك ومن الجو ومخنوق، ده بسبب تغيرات الفصول الموسميه زي اللي احنا فيها دلوقتي. طبعا سعادتك ما بتصدق وتقول انا مش عايز اعمل دايت، انا مخنوق، انا مش عارف، انا ما عنديش دافع للكلام ده كله. تاني حاجه البيوريزم او الايقاع الحيوي او الساعه البيولوجيه بتاع جسمك، ما تنامش كل يوم الا بعد الفجر. الكورتيزول بيعلى، والكورتيزول لما بيعلى يعني الميلاتونين بيقل، فحتى لو نمت عدد ساعاتك اليوميه عادي بس نمتهم بعد الفجر ده ما ينفعش، لازم تنام في مواعيد نوم صح. تالت حاجه بقى كفايه القهوه والاسبريسو، كفايه نسكافيه، وبلاش التقليعه الجديده بتاعت اليومين دول ان الناس طالعه فيها انا بشرب قهوه بالليل قبل ما انام عشان دي بتخليني انام، وانت هتنام عادي بتصحى جسمك مكسر ومفشفش وعايز تنام مره تاني لانك ما نمتش دي بسليب. وطبعا في اعشاب طبيعيه بتساعدك على النوم مع تظبيط النقط اللي قلتها من شويه دي. اكتب لي في الكومنتات تحت كلمه نوم عشان ابعت لك وصفه الاعشاب الطبيعيه اللي تساعدك انك تنام كويس.